السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني. هنعمل النهارده طريقه بطاطا سهله جدا، مفيش اسهل منها، مش مكلفه خالص، طعمها جميل جدا ومميز. ممكن نحط عليها اي نوع صوص احنا عايزينه. بجد هتعجبكم جدا، ما بتاخدش وقت، 10 دقايق. يلا نسمي بسم الله ونشوف عملناها ازاي. انا معايا 2 كيلو من البطاطا. البطاطا حلوه جدا، مغذيه جدا، مليانه فوائد. بس هنعملها بطريقه حلوه جدا وسهله واقتصاديه. احنا كنا عاملينها قبل كده في القناه مرتين ومرتين مختلفين، هنعملها دي التالتة مختلفه، وان شاء الله هنعمل منها حاجات كتير او طرق كتير جدا. يلا اول حاجه كده، انا جبت البطاطا بتاعتي غسلتها كويس جدا من الاتربه والطينه وكل حاجه، وبدات ان انا اجيب حله وبدات ان انا اقطعها كده قطع صغيره. على فكره مش شرط خالص ان احنا نقطعها، بس انا بحب اقطعها عشان تستوي معايا بسرعه. طبعا لما بنقطعها بتسهل كده عمليه التسويه بتاعتها، بدل ما احطها بحالها وتغيب. طبعا البطاطا بتاعتنا بيبقى فيها رمله صغيره كده، لا اما طينه مليانه في البطاطا، فانا بحب انقعها بس 10 دقايق بس كده في النقع. وبعد كده بغسلها كويس جدا جدا، ومخصصه لها اللي هي الليفه الاسفنجه دي، تكون اسفنجه، ما تكونش طبعا سلك ولا اي حاجه، تكون الليفه الاسفنجه دي. انا بخليها على طول الخضار بتاعي بغسل بيها. بعد ما نقعتها وغسلتها من الاتربه كويس جدا جدا، بدات بقى ان انا اجيبها في حله زي ما قلت لكم، قطعتها ونزلت على طول بكوبايه من السكر، وحطيت عليها على 2 كيلو من البطاطا حطيت كوبايه من السكر، الكوبايه العاديه، المج العادي اللي احنا بنستخدمه في كل وصفاتنا ده، ونزلت عليها بكوبايه ونص اللي هو المج برضو من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه، يعني ما نزودهاش اكتر من كده علشان تشرب كل الميه بتاعتها، لان الميه بتاعتها دي منزله كل الفوائد اللي فيها والسكريات، فانا عايزه استفاد بيها ان انا ما احطش ميه كتير. وبعد كده في الاخر اكبها، سبتها بقى تتسلق على نار هاديه، انا ما علتش عليها خالص. يعني كل حبايبي واخواتي اللي متابعيني عارفين ان انا بحب اعمل كل اكلاتي او وصفاتي تكون النار بتاعتي هاديه، ما تكونش عاليه عشان ما تحرقش الاكل، او تسويه بسرعه كده من غير ما يبقى كده مستوي على النار هاديه، بيبقى يعني طعمه مش قادره اقول لكم قد ايه جميل، حتى لو كانت الاكله او الوصفه بسيطه. انا سبتها بقى متغطيه على نار هاديه زي ما قلت لكم، يعني ما تكونش هاديه قوي، اقل من الوسط شويه، وسبتها تستوي براحتها. في الوقت ده كنت جايبه صينيه بتاعتي، صينيه البسبوسه، ممكن نستخدم اي صينيه عندنا. بدات كده بمكعب من الزبده او شويه من السمنه او زيت نضيف زي ما تحبوا، بس بطنتها كويس جدا جدا عشان لما اجي اطلعها ما تكونش معايا لازقه. وهنا بقى بدات، والبطاطا سخنه كده، حطيت مكعبين كده من الزبده او معلقه كده كبيره من السمنه زي ما يكون زي ما تحبوا يعني، بس ده كان متاح عندي. وبدات ان انا احط كوبايه الا ربع كمان من السكر، لو بتحبوا الحاجه مسكره شويه ممكن نحط كوبايتين، بس انا بالنسبه لي المقدار ده حلو جدا، حطيت كوبايه كمان الا ربع من السكر، يعني 2 كيلو بطاطا خد معايا كوبايتين الا ربع من السكر حبيبات العادي بتاعنا، وكمان مكعبين او معلقه كبيره من السمنه. وهي سخنه كده السمنه بتدوب والسكر كمان بيدوب، وابدا بقى ان انا اهرسها كويس جدا بايديكو، بالهاند بلندر، بالمضرب، زي ما تحبوا. انا لقيتها مش مستاهله لان هي مستويه كويس جدا، واخده حقها كويس في التسويه، فما شاء الله عليها، ما فيهاش ميه زياده، ما فيهاش كتل من البطاطا، مهروسه كويس جدا وهي سخنه، دوبت لي السكر ودوبت لي البطاطا، وبدات ان انا افضيها في الصينيه بتاعتي المبطنه بالزبده. لو وصلتوا لحد هنا وعجبكم الفيديو، ما تنسونيش يا احلى اخوات في الدنيا في اللايك والشير وتفعيل الجرس والاشتراك في القناه. واللي ما يعرفش قناتي، قناه سما ام البنات الاقتصاديه جدا جدا، وان شاء الله هتعجبكم كل حاجه بنعملها، ما بنحرمش نفسنا من اي حاجه، بنعمل كل حاجه، بس كل حاجه على قد الايد وعلى قدنا، وحاجات اقتصاديه. بدات هنا كده لما فضيتها في الصينيه، بدات بقى ان انا اساوي الوش بتاعها عشان يبقى شكله حلو كده لما تستوي زي ما انت شفتوها في الفيديو، تكون يعني شكلها حلو كده ومنظمه. بدات بقى ان انا بعد كده ما سويتها مسكتها وبقيت اخبطها خبطتين بس بالراحه كده على الرخامه، اوعى تكسروا الرخامه طبعا، زي اكننا كده بنعمل بسبوسه. وبدات ان انا اجيب قطع صغيره كده من الزبده بتاعتي او السمنه، وبدات ان انا احطها على الوش عشان تديني لون حلو اللي انتوا شفتوه كده في الفيديو. زي ما انتوا شفتوا كده بقطعها كده صغيره، انا اخدت حته كده من الزبده بتاعتي وبدات ان انا احطها على وش الصينيه. طبعا زي ما قلت لكم، عايزين تحطوا سمنه مفيش مشكله، عايزين تحطوا زيت كمان لو زيت نضيف مش بتاع التومين ممكن نحطه بكل سهوله، بس زي ما قلت لكم المتاح عندي دلوقتي هي الزبده. فبدات ان انا احط منها وكمان الحلويات
الحلويات بتبقى محتاجه يعني زبده او سمنه بلدي، بتبقى فظيعه طبعا. لو سمنه بلدي بجد هتبقى حلوه جدا جدا، هتاخد البطاطا دي في حته تانية خالص، لان السمنه البلدي بتدي الاكل او بتدي الحلويات، سواء الحاجات الحلوه اللي زي دي او الحلويات الشرقيه، طعم حلو جدا جدا. واتمنى طبعا ان انتوا تجربوها، هتعجبكم. بصوا انا حطيتها في الفرن وشغلت الشوايه، بس ما شغلتش من تحت، هي مش محتاجه من تحت. شغلت الشوايه. نسيت اقول لكم ان انا جبت شويه من السكر كده، الحبيبات بتاعنا العادي، ورشيت بس على الوش كده. ليه بقى يا سما رشيت رشه السكر دي بايدي كده ما بين صوابعي بس؟ عشان تديني اللون الجميل زي ما انتوا شايفين كده، وكمان السكر بتاعي يسيح على الوش فيديني طعم الكراميل كده، بيبقى طعمه حلو جدا. انا خدت قطعه، وطبعا عايزين تحطوا على الصينيه كلها مفيش اي مشكله، اي نوع صوص انتوا حابينه، بس انا خدت قطعه وحبيت ان انا احط عليها صوص اللي هو صوص الكراميل، بتدي طعم حلو جدا. بس بصراحه يعني كل اللي دقها بالصوص ده ودقها في الصينيه حب جدا اللي هي من غير صوص. وطبعا ديت حاجه بتاعتكم وتبع ذوقكم وتبع ذوق الاكل بتاعكم واللي انتوا حابينه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، زي ما قلت لكم ما تنسوش اشتراك في قناة سما أم البنات. يا رب يكون الفيديو عجبكم وقدرت أفيدكم بأي حاجة، وإن شاء الله أشوفكم قريب في فيديو جديد اقتصادي جدا جدا مع وصفات سما أم البنات. وإن شاء الله مش هتنسوني في الاشتراك يا أحلى اخوات في الدنيا، وجربوها بجد، البطاطا مالية السوق، وممكن كمان نجيبها ونخزنها زي البطاطس. واللي عايز طريقة التخزين بتاعة البطاطا ممكن تقعد معانا سنة كاملة من غير ما يحصل